أهلا بيكم. بتتكلم مع نفسك؟ بتحب تتكلم مع نفسك ولا بتهرب منها؟ طب كلامك مع نفسك بيريحك ولا بيتعبك؟ لو عايزين تعرفوا أكتر عن الحديث الداخلي مع النفس وأثره على صحتنا النفسية تابعونا في حلقة النهاردة. الحديث الداخلي مع النفس هو الحوار الداخلي اللي بيدور بين فكر الإنسان وروحه، أو بين أفكاره وقناعاته، أو بين إدراكه الغير واعي والواعي. ومن خلال الحديث ده بيبدأ العقل يعرض الأفكار والسلوكيات اللي بيتبناها ويقارنها بالقناعات اللي مقتنع بيها. والحديث ده بيدور حوالين محور من اتنين. المحور الأول هي الأحداث اللي بتدور حوالين الإنسان، والمحور الثاني هي طريقة تجاوب الإنسان مع الأحداث اللي بتدور حواليه. والحديث ده بيتم بشكل تلقائي داخل الإنسان لدرجة إن الشخص مش بيقدر يميز إنه حوار بين طرفين. الحديث الداخلي مع النفس بيظهر مدى التوافق بين فكر الإنسان وقناعاته، ومدى التصالح بين فكر الإنسان وروحه، وبيظهر كمان صورة الإنسان الذهنية عن نفسه وعن حياته وعن الآخرين. علشان كده الحديث الداخلي مع النفس ليه تأثير قوي جدا على حياة الإنسان، فإما يدعمها أو يحبطها. فإذا كان الحديث الداخلي ده إيجابي، في توافق بين أفكار الإنسان وقناعاته، ده معناها إن قوة فكر الإنسان متوافقة مع قوة قناعاته أو قوة روحه، بمعنى إن قوة الإنسان الداخلية متحدة لدعمه. وفي الحالة دي يقدر الإنسان يوجه قوات داخلية في اتجاه معين بمنتهى السهولة لتحقيق أهدافه. أما إذا كان الحديث الداخلي بيعكس حالة من عدم التوافق بين فكر الإنسان وقناعاته أو روحه، في الحالة دي قوة الإنسان الداخلية بتعمل ضد بعض، وده بيهدر طاقة الإنسان وبيفقده قدرته على التركيز وتحقيق أهدافه. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تهرب من الصمت وتخاف تقعد لوحدها، لأن فترات الصمت بتسمح للإنسان إنه يسمع حديثه الداخلي مع نفسه بصوت واضح. ولو الحديث ده فيه انتقادات لاذعة أو كلمات هدامة بيتعب جدا، وعلشان كده بيلجأ الإنسان لإلهاء نفسه عن سماع الحديث النفسي الداخلي بطرق كتير، زي مثلا سماع الأغاني، إجراء المكالمات، الدخول في حوارات مع الآخرين، أو حتى الأكل. وكل ده بيتم بصورة زيادة عن الطبيعي بتصل لحد الإدمان. رغم إن ناس كتير بتخاف من الحديث الداخلي مع النفس، إلا إن الظاهرة دي ممكن تكون داعمة جدا للإنسان لو قدر يوجه الحديث النفسي ده لاتجاه إيجابي يدعم حياته. لو اكتشفت إن حديثك مع نفسك بيتعبك وبيهدر طاقتك وبتهرب منه، تقدر تتواصل معايا عشان نبدأ نشتغل سوا على تحقيق التوافق بين فكرك وروحك، وتوصل لحالة التصالح النفسي وتوجه كل قواك الداخلية لدعم حياتك. تقدر توصلي عن طريق رسائل صفحتنا على الفيسبوك أو تطبيق الدكتور أو منصة اسم. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكرك.